دايما 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 اللي بيبقى قاعد في شركة أو مؤسسة مدة طويلة، آم، بيعتبروه حاجة مسلم بيها، حاجة موجودة على طول، حاجة مش هتروح، هي موجودة. فبالتالي بيتظلم وبيتاكل حقه، مهما يكون شاطر، مهما يكون مؤدي، مهما يكون حد بريليانت جدا. ليه بقى؟ لان هو بيتعامل، يعني انت جايب مرتب مثلا نقول ايه، سي اكس 5، تمام، وشطارتك بانت، هوبا زودوك 2000 جنيه، بقيت 7، احمد ربنا. هوبا بقيت فايس لأي تايتل عندك، هوبا بقيت 9. بعد كده هوبا بقيت المانجر، زودوك بقى خلوك 15. يعني انت عايز بعد كده ايه؟ في حين ان انت في اي تايتل من اللي انا قلتهم دول، لو انت جاي من بره الشركة هتضرب كل المرتبات والزيادات اللي انا قلتها دي في 3. فقيمتك للأسف جوه شركتك اللي انت بتعتبر نفسك ابن الشركة، واللي الشركة بتعتبرك ابنها، ما يسويش حاجة في سوق العمل بره. انت كل لما بتقعد بتزداد خبرة فسعرك بيزيد. هل انت لما سعرك بيزيد انت بتتقدر في مكانك بالزيادة دي المساوية لقيمتك؟ لا، هو ما بيحصلش كده. فدايما دايما دايما عندنا جاب بشع بين اسعار الموظفين جوه الشركة وبين اسعارهم بره الشركة دي في اماكن تانية. مش عارفة العيب فين يعني. ما تعتبرش نفسك ابن شركة، لان ما فيش شركة بتخلف الحقيقة. يعني الشركات ما بتخلفش خالص. business has no heart. انت جميل وشاطر وبتحقق التارجت وبتدخل انكم ومبيعات بروفيتس بالهبل للشركة، ولكن لو حصل في شهر واحد المبيعات دي وقعت بنسبة معينة، هتطرد بره. ده كده لو ناس واضحة، انما لو ناس مش واضحة يعرفوك في عيشتك لحد لما انت ايه، ما تقول لهم شكرا ومع السلامة. فموضوع محتاج اعادة نظر من اصحاب الشركات ومن الهيكلة اللي ماشية، لان مش طبيعي ان سعرك بره يبقى برقم ويجي عليك وانت قاعد جوه الشركة حد بالرقم ده وانت بتاخد تلت المرتب. مش منطق. منطق ما بفهموش الحقيقة يعني. ولكن نقول ايه، لنا الله وشكرا.